تعالوا نعمل مع بعض فكرة جديدة للمنهج الجديد، وهو الروبوت صديق الطفل على KG1 وKG2 وأولى ابتدائي. هنعمله بكل سهولة وبساطة، فيلا نشوف الطريقة. أول حاجة علشان أرسم الباترون جبت رسمة الروبوت وعلى التابلت بالطريقة دي، وبدأت أكبرها كده على الحجم اللي أنا عايزاه. تقدروا تعملوها على اللابتوب أو ممكن تطبعوها على ورقة في المكتبة على مقاس A3. وبدأت كده أقسم الرسمة لأجزاء، جزء للدماغ وجزء للجسم بالقدم وجزء للإيد اللي على الجنب دي، بحيث ان انا اقدر بعد كده اوصلهم ببعض ويبقى معايا مقاس الروبوت الكبير اللي انا عايزاه. جبت ورقة كده بالطريقة دي وبدأت احطها على التابلت وامشي بالقلم الرصاص على كل الخطوط اللي موجودة في الروبوت، بحيث ان انا ارسم الباترون كويس بكل التفاصيل اللي موجودة فيه. وبالطريقة دي تقدروا تتحكموا بحجم الروبوت اللي انتوا عايزينه. انا هنا عملته اكبر حاجة في الشاشة اللي عندي، وتقدروا كمان تكبروا على كده على حسب الشاشة. لو شاشة لابتوب هتبقى اكبر من كده. انا بدأت كده اخطط الرسمة ولحد ما خلصتها وبدأت افرغها بالطريقة دي لحد ما وصلت للشكل ده. حددت كل التفاصيل بالقلم الرصاص بالطريقة دي، وعملت كمان الجسم بنفس الطريقة، كل الجسم بجزء الايد اليمين، وكمان هبتدي اعمل الايد الشمال بنفس الطريقة دي كده لوحدها، وابتدي بقى اثبتهم بالسولوتيب بالطريقة دي، بحيث ان انا كده عملت الباترون بتاعي واقدر اشتغل بيه بكل سهولة. وزي ما قلت لكم لو انتم مستصعبين الخطوة دي تقدروا تطبعوها على المكتبة. هسيب لكم رسمة الباترون في الديسكريبشن بوكس، هتقدروا تطبعوها في المكتبة على ورق A4 او A3 او A2 على حسب اللي يناسبكم. وبعد كده رسمت الباترون على الكرتون وبدأت افرغ الكرتون بالطريقة دي كده، بحيث انه يجيب لي جسم الروبوت بالطريقة دي. وكمان عملت له 2 اريال من فوق ما كنتش عاملاهم في الباترون، عملتهم مستطيلات طويلة كده بكل سهولة. وكمان رسمت الباترون على ورق فوم كبير باللون الاسود وفرغته بنفس الطريقة. كل الخطوات دي سهلة وبسيطة بتتعمل بسرعة. بعد كده بدأت احط شمع على الاتنين اريال اللي من فوق بتوع الروبوت، وحطيت شريط ستان طويل من الناحيتين بالطريقة دي، بحيث ان الطالبة وهي ماسكاها تقدر تعلقها في رقبتها وتمسكها بكل سهولة. بعد ما ثبت الشريط كويس هبدأ اثبت جزء الفوم اللي باللون الاسود اللي هو الاساس بمعنى اصح بالطريقة دي. هبتدي كده اثبت جزء كويس بالشمع لحد ما اثبت الشكل كله ويبقى ثابت معايا، وده يبقى الاساس بتاعي بتاع الشغل بتاع الروبوت. وبعد ما ثبت اساس الروبوت هبتدي اجيب الباترون، وكل جزء متقسم في الباترون بالطريقه دي كده هيبقى ليه لون معين زي بالطريقه دي كده. هبتدي مثلا ابتدي بالقدم من تحت، الجزء اللي من تحت ده هيبقى ليه لون معين. جبت القلم الرصاص وبدات امشي على الحروف بالطريقه دي كده، لان ده اللون وده الجزء اللي انا عايزاه يبقى ليه لون بالفوم. مشيت عليه كده بالطريقه دي، وهبتدي اجيب ورقه فوم مربعه واحطها عليه بالطريقه دي، واجيب المقص وابتدي اضغط كده بالطريقة دي على الورق بالفوم علشان يطبع الرصاص اللي احنا مشينا بيه على الحروف. وهنكرر نفس الخطوة دي في كل الاجزاء، بحيث ان انا اعمل كل جزء بلون معين بنفس الطريقة. هي خطوة سهلة جدا، انك بنحط الرصاص وبنحاول نطبعه على الورق الفوم بالطريقة دي، وقصتها بنفس الحجم، وده بقى شكلها بعد ما قصت. وبكرر نفس الخطوات في كل اجزاء الروبوت بالطريقه دي. ودي كده الالوان اللي انا عملتها كانت الوان لبنوته، لو انتوا عاملينها لولد ممكن تغيروا في الالوان وتعملوها لبني في اخضر في الوان تانية، بس انا حبيت موف في بينك علشان هو لبنوته. وبدات اعمل اجزائها كده بالطريقه دي بنفس الطريقه اللي احنا عملناها بالرصاص، اسمها طباعه الرصاص. دي طريقه سهله جدا ونقدر نعتمدها في اي خطوات عايزين نطبعها من باترون فيها اجزاء كتير زي الشغل ده. وعملته كده الوش بتاع الروبوت بنفس الخطوات والتقسيمة اللي موجودة، عملتها تقسيمة الوان مختلفة بنفس الطريقة دي، بحيث ان هي تكون كلها منسجمة وتبان ان هي كلها قطعة واحدة. وكمان عملت العيون والفم، قصيت دواير كده، وتقدروا طبعا تختلفوا في الوان العيون على حسب رغبتكم على حسب اللي تحبوه. وهبتدي بقى بالشمع اثبت كل الاجزاء دي واحده واحده. هي تبان ان هي خطوات كتير شويه، بس هي سهله جدا في الشغل وتقدروا تعملوها بكل سهوله. هي نشاط طلابي مطلوب جدا في المدرسه السنه دي، لان ده نظام التعليم الجديد، فهي طريقه سهله جدا انكم تعملوها حتى لو خطواتها بسيطه، بس طلعت معانا الفينش جميل جدا والشغل نضيف.
وبحاول كويس وانا بثبت الاجزاء ان انا اضمها على بعض وتكون زي جزء واحد بالظبط زي الطريقة دي كده. ثبتنا اجزاء الوش كويس جدا بالطريقة دي، بقت باينة ان هي كلها قطعة واحدة، وهكمل بنفس الطريقة باقي الربوط لحد ما اوصل للنهاية. وزي ما ملاحظين انا مش بحط شمع على كل ورقة الفوم، انا بحط على جزء يعني بحط على جزء منها واثبته كويس، وبعد كده اكمل باقي الجزء واثبته لحد ما اخلصه، واكرر كده في كل الاجزاء اللي انا مقطعاها بالطريقة دي لحد ما اوصل للنهاية. وكده بالشكل ده كده تقريبا قربت اخلص الوش بتاع الربوط بثبت العيون والفم، وهثبت باقي اجزاء الجسم لحد ما اخلصهم بالطريقة دي. وكده خلصنا الربوط بكل سهولة، ناقص بس نداري الحروف الكرتون دي علشان شكلها مش لذيذ. قصيت شرايط من ورق الفوم باللون الاسود، وبدأت احط على جزء منها شمع بالطريقة دي كده، واثبتها على حروف الكرتون بحيث ان هي تثبت كويس وتداري معايا الحرف بتاع الكرتون ده. وحطيت شمع على الكرتون وبدأت امشي الشريط ده على الشكل كله وعلى كل الدوران وكل الزوايا اللي موجودة في الشكل، بحيث انه يداري الكرتون ويبقى الفينش معايا حلو ومرتب. بدأت كده اثبته بالطريقة دي كده، واوصل كل ما الشريط يخلص اوصله بشريط جديد بالطريقة دي كده، واقص اي زوايد موجودة من الجنب التاني. وبدأت ادخل الفوم باي كده خلة موجودة عندي بحيث ان هي تداري كويس، واقص الزوايد اللي موجودة وهقصها من ورا ومن قدام، بس احاول ان انا اظبط المقاس من قدام يكون مظبوط، ومن ورا كده يبقى فيه الزيادة علشان اقدر اشيله وما يبانش ان هو مش لطيف. وكده ده شكله بعد ما خلص حقيقي بقى شكله جميل جدا، وخلصناه بسرعة وبكل سهولة. تقدروا تعملوه لأطفالكم اللي في المدرسة وفي الحضانة علشان يبقى نشاط محفز ليهم ويعرفهم على الذكاء الاصطناعي وكل التكنولوجيا الجديدة. مستنية أعرف رأيكم وأشوف تطبيقكم للفكرة.